يعني ايه ان انت ما عندكش حد يوفر السيرفيس دي؟ طب حتى وفرها من بره، طب حتى شوف لها حل. فدايما في البيزنس هنقابل ناس وعملاء مختلفين. طول ما انت في البيزنس هتبدأ تقابل ناس مختلفين، هتقابل كاستمرز ما عدوش عليك قبل كده، هتقابل كاستمرز ليهم طلبات مختلفة انت مش متعود عليها. يعني انا فاكر مثلا ان احنا كنا في اوتيل قبل كده في المانيا، ولما جينا عند ان احنا نطلع الغرف فهنسيب الشنط عشان حد يطلعها، قال لك لا، هنا مفيش حد يطلع الشنط، انت في الوقت ده محتاج ان انت تهلب يور سيلف وتطلع الشنط. بس هو ضاف حتة حلوة، قال انا عارف ان انتوا في بلادكم مش متعودين على كده، لكن احنا هنا ده النظام اللي بيبقى عندنا، ان كل الناس بتطلع الشنط بتاعتها وانا هحاول اساعدك بكل بساطه ان انت تطلع الشنط. فهو بالنسبه له انا عميل غريب، يعني ايه ان انت ما عندكش حد يطلع الشنط؟ هتلاقي في عملاء بتطلب طلبات غريبه غير اللي متعارف عليها، وفي نفس الوقت العكس. يعني انا فاكر ان احنا كنا بنطلب بيتزا قريب، ولما جينا نطلب كاتشب قال لك ده باكسترا فيز، مع ان احنا متعودين ان يكون عادي ان انا اطلب كاتشب مع البيتزا، او ان انا اطلب كاتشب وان هي ما تبقاش بفيز. طول الوقت هتقابل مشاكل في البيزنس، وهتقابل عملاء مختلفين في البيزنس، لكن عشان تحل المشكلة دي ما تحلش المشكلة مرة واثنين وثلاثة وفي الاخر ما يكونش عندك ليها مرجعية، وفي الاخر ما تكونش مكررة. البيزنس ببساطة جدا علشان يكمل ويستمر وينمو محتاج يكون له مرجعية، ومحتاج تشوف الكيسز دي وتشوف ليها ريفرنس تحل بيها المشكلة علشان ما تتكررش.